كنت دايما بتقول ان روح العمل سواء في المسرح او في المسلسلات او في الافلام كانت فيها روح العيله. هل الروح دي لسه موجوده في الاعمال دلوقتي؟ زمان كانت الحكايه مختلفه شويه عن دلوقتي في الاعمال التلفزيونيه تحديدا. أيوة. لغايه دلوقتي المسرح فيه بروفات طبعا، وفي مشوار. يعني المسرحيه علشان تطلع محتاجه وقت طويل، بروفات ترابيزه بنقعد نقرا وبنقعد نصلح، محتاجه بروفات حركه ميزانسين على المسرح. كان زمان الفيديو كده، كان زمان الفيديو بنقعد نعمل بروفات بالشهرين والثلاثه، نقعد نقرا الحلقات كلها بوجود المخرج وبوجود الكاتب السيناريست، وبعد كده نبتدي نصور يعني. دلوقتي الموضوع ده ما بقاش موجود. الفتره بتاعت البروفات دي بتعمل ألفة وعشره بين الممثلين. وكان يعني اتذكر الاستاذ اسماعيل عبد الحافظ مثلا، انا اشتغلت معاه من ليالي الحلميه الجزء الرابع والخامس لغايه حدائق الشيطان، مرورا بقى بكل الوسيه ووجع البعاد واعمال كتير جدا اشتغلتها مع الاستاذ اسماعيل، وكان ابويا يعني، كنت بقول له يا بابا يعني الله يرحمه. ف كان الاستاذ اسماعيل بيجي كل يوم الصبح جايبين الفطار، الطعميه والفول، وكلنا نقعد مع بعض نفطر قبل ما نشتغل خالص. اتذكر برضو في عيله شلش كان الاستاذ صلاح ذو الفقار الله يرحمه برضو كان لازم يجيبنا قبل ميعاد التصوير بساعه، ساعه ونص، نقعد نرغي ونفطر وناكل ونقول نكت ونضحك. خلاص دخلنا الاستوديو بقى فيه ألفة، بقى فيه عشره.